بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل النهارده ان شاء الله على جزء التايبس الموديولار بروجرامينج والتايبس بتاع الموديول اللي جوه كل ابلكيشن في اوت سيستمز. تعال نشوف يعني ايه موديولار بروجرامينج اصلا. طيب خلينا نفتح البرزنتيشن. هو بيتكلم هنا بيقول ان الموديولار بروجرامينج موديولار بروجرامينج اللي هو ايه؟ برمجه موديولار متقسمه، يعني الحاجات الكبيره متقسمه لحاجات صغيره مجزأة. طب ايه هي الموديولز وايه هو الابليكيشنز؟ البروديوسر والكونسومر ده اللي هيتكلم فيه في البرزنتيشن ديت. هبيتكلم في حاجه خالص، ان البرمجه ديت ان هي ميزه ان البرمجه تكون انها مصغره مثلا، او ان هو كل حاجه ليها وظيفه معينه فتجمع، تبتدي دي مع دي مع دي مع دي تكون لك جمله مفيده. دي حاجه اسمها الايه؟ الانكابسوليت everything to execute one aspect of functionality in a single module. بتخلي الموديول مسؤول عن حاجه معينه، عن فانكشن معين. طيب لما تيجي تقول بقى، لما تيجي تجمع كل حاجة عن مع حاجة مع حاجة مع حاجة، تبص تلاقي ان الفانكشن متجزأة، متقسمة. تقدر ان انت ايه تحطها في اكتر من منطقة في الكود. حاجة اصلها حاجة ايه؟ ديبندنت لوحدها. طيب حلو. قال لك ان انت عندك الموديولز ده اللي هو الايه، اما هو مثلا بلوك. الموديول ده عندنا اما هو كده كده اصلا ليه انواع. بس خلينا نقول ايه اللي جوه الموديولز دوت. اما هو بلوك فهو جواه يو اي، او اما هو كود مقسمه كود بيزد على التايب بتاع الموديولز ده. يبقى الموديول ده يعتبر عن ايه؟ اما اكواد، او ان هو مجموعة من السطور بتنفذ حاجة معينة، متجمعة فانكشن، حاجات متجمعة مع بعضها، أو أجزاء من الكود بتأدي فانكشن معين. ده الموديول. طيب آم، احنا عندنا ايه من الانواع اللي موجوده عندنا في الاوت سيستمز؟ الابلكيشن تايب، بلانك، سيرفيس. ده في الرياكتيف. ابلكيشن تايب ده اللي هو ايه؟ رياكتيف ويب اب. طب البلانك ده فاضي. الاب تايب ده بيديك الاربعه تاب: الجزء بتاع الداتا، والجزء بتاع اللوجيك، والجزء بتاع الانترفيس، والجزء البروسيس. البلانك ده فاضي امتي. طيب السيرفيس دي بتقدم خدمة. في سيرفيس انا عايز مثلا اطلعها في موديول، عشان الموديول ده مثلا يبتدي يكلم حد مع حاجة معينة مثلا. طيب اللايبراري في حاجة هعملها اكتر، هستخدمها على طول، فبعد بطلعها از لايبراري، بستخدمها في الحاجات اللي هي الحاجات الكبيرة. طيب الاكستنشن ده كود اكستنشن بكلم بيه مثلا دوت نت او كود، او مثلا سي شارب كود مثلا. طيب حلو. الابلكيشن مجموعة من الموديول، مجموعة من الموديول مجموعة من الموديولز ديت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي ابلكيشن مثلا جواه حاجتين. جواه مثلا لو انا جيت اقسم البروجكت بتاعي، الشغل بتاعي عباره عن ايه اصلا؟ الشغل بتاعي عباره عن داتابيز، واكشنز، و... وسكرين. سكرين بشوفه وبعمل اد مثلا يوزر، او اد امبلوي تفتح لي الفورم واملى بيانات. طب حلو قوي. ده سكرين. طب لما يدوس حفظ، ايه اللي بيحصل؟ بيروح بيكلم مع كده، هيحفظها في الداتابيز عشان لما نادي عليها ترد عليا. فده فين؟ في السيرفر، في الاكشن. فانت عندك دلوقتي سكرين واكشن. طب انا ممكن ان انا اقسم الابليكيشن ده ما بين اتنين موديول. موديول بيعمل الفانكشن ديت، اللي هو الفانكشن الباك اند بمعنى صح، وموديول تاني فيه البلوك بيكلم بيبتدي بيعمل فيه السكرين. اه ممكن. يبقى ده من ضمن الحاجات الميزات اللي انت بتستخدمها، عشان ممكن مثلا استخدم البلوك ده بتاع الموديول في حتة تانية. صح؟ سهل. يبقى ان انا اشيله، ان انا احطه، او مثلا لو انا قدرت ان انا اعدل عليه، فانا عارف انا هعدل عليه في انهي مكان. مش ان انا اعمل موديول واحد لاد امبلوي، واد يوزر، واد مثلا ديبارتمنت، كل ده اتلغى حتى لو حصلت مشكلة انا مش عارف اروح فين. اما انا عامل موديول للاد امبلوي، وعامل موديول لمثلا الامبلوي، وعامل موديول للكاتيجوري، وعامل موديول للديبارتمنت، وعامل موديول كده في اكتر من موديول. طبعا انت بتقدر انت تستخدمه بقى. انت عندك الديفرنت تايب من الموديولز، عشان ده مهم جدا. اما ان هو بيروديوس بيقدم لك حاجه، او الكونسيوم انت بتستخدم الموديول دوت زي ما احنا لسه متكلمين دلوقتي.
المثال هو الفاينانس ده يعتبر فاينانس موديول اهو. كل دي ابلكيشنز جواه مجموعه ايه موديولز. طيب بيقول ايه؟ بيقول ان انت عندك فاينانس وبروجكت كنترول وهيومن اتش ار. ادي ده حاجه وده حاجه وده حاجه اهو. الهيومن الاتش ار جواه ايه؟ جواه امبلوي ودايركتوري. البروجكت كنترول جواه بروجكتس وتايم شيت. الفاينانس في اكيد ما بينهم، اكيد ما بينهم حاجات. يعني الامبلوي بيسجل على بروجكت، والامبلوي ليه تايم شيت، والامبلوي البروجكت ليهم تايم شيت. طيب الفاينانس برضو نفس النظام، اكيد اللي ليه علاقه بالبروجكت، والبروجكت والفاينانس والبروجكت تايم شيت دايركت كذا كده. في بروديوس وكونسيوم. اهو بيشرح دلوقتي اهوت ان اللي بيشير الفيتشر الخصائص بتاعته، قال لك ده اسمه بروديوسر بيقدم لك حاجه. اما اليوز الفيتشر فروم اذر اللي هو بيستخدم الفيتشر ديت اسمه كونسيومر. طيب البروديوسر والكونسيومر ممكن يكونوا مختلفين ابلكيشن. تمام. حلو. تقريبا ده بس كده الفيديو الكونتنت خلص. تعال نشوف هو كان هنا بيتكلم على ايه، ان انت ازاي توركينج ويز مالتيبل موديول. ده تاني فيديو. فاحنا كنا شرحنا اصلا قبل كده. ففي مثال عندنا سهل بيشرح الحتة ديت، ان انت ازاي انت مثلا لو انت غيرت حاجة هنا، او هو بيشرح ان انت مثلا ده عندك. خلينا نشوف الموضوع من فوق الاول عشان نبقى الدنيا تبقى مفهوم. ده اي بي اي في سيرفيس مقسمه سيرفيس اهوت. بص، ده ابلكيشن. ده اسمه ابلكيشن. باك تو ابلكيشنز، خلي بالك اللي بره ليست الابلكيشن. اللي هنا ده ايه؟ موديولز. بص، موديول واختلاف، ممكن يبقى بلانك، ممكن يبقى سيرفيس لايبراري زي ما احنا قلنا. بص، الاي بي اي السي اس اهوت معمول، ده بيكلم ده، يبقى ده البروديوسر وده الكونسيومر. ده بيقوله، ده بيقوله. حلو. تعال نشوف ايه اللي بيحصل. السي اس انا فاتحه. انا لو غيرت مثلا كده حاجه هنا، قلت ايه؟ مثلا ادرس موجوده، ادرس لا مش موجود. الادرس الادرس ده يبقى تكست مثلا من 100 كاركتر مثلا، واذا مانداتوري لا. مضطر ان انا اعمل ايه؟ مضطر اعمل ببلش عشان ده مسؤول عن الاتريبيوت وبتاع والجزء بتاع الايه الباك اند زي ما احنا كنا بنقول. هعمل مانج ديبندنسيز. يعني ايه مانج ديبندنسي؟ عشان الاحظ الفرق او الاحظ التغيير اللي في الموديول ده. ليه؟ لان انا اصلا بكلم الموديول ده. بص، انا بعمل كنترول مانج ديبندنسي كنترول كي وبدوس على الفيشه ديت. قال لك النيوز هات المستخدم. قال لك والله ده في استخدام، في لاحظنا ان انت بتستخدم الموديول اللي اسمه اي بي اي سي اس. ولاحظنا كمان ان انت ضفت ادرس جديد فيه لما عملت ببلش. فاستاذنك تعمل ريفرش اول ريفرش دي. ريفرش على دي بس، مش ريفرش اول. تتريفرش ممكن تدوس على دي بس اللي هي العلامه اللي كانت دي، وتو ابلود وتبلش. عشان ايه؟ عشان يلاحظ ان هو ان انت في حاجه جديده ضافت عندك اللي هي الادرس اهي. ده البروديوسر وده الكونسيومر، وان ازاي انت مانج ديبندنسي وتستعمل وتعرف الابديتس الجديده. بس في حاجه اسمها السيرفيس. لو انا عملت ده، لو انا غيرت حاجه اسمها ايه، دي على مستوى الداتابيز بتبقى اللي هي بتبقى تايتلي كابلد. في فرق بقى. ده ياخدنا الحاجه تايتلي كابلد ولوزلي كابلد. التايتلي كابلد ده انا اكيد حتما ولا بد لازم امانج ديبندنسي عشان الاحظ بالتغيير ده. طيب لو انا مش عايز مثلا مش عايز احس بالتاثير، قال لك في حاجه اسمها سيرفيس اكشن. لو انت عملتها بتعمل الجزء بتاعك اللوجيكال بيزنس بتاعك وتمانج ديبندنسي. الحته اللي انت مستخدمها فيها انت مش محتاج تمانج ديبندنسي فيها. ليه؟ لان هي اصلا لوزلي كابل. في فرق ما بين التايتلي كابلد واللوزلي كابل زي ما شرحتهم دلوقتي. ممكن ابقى شير يو ار ال بتشرح حاجه زي كده برضه. ده تقريبا الفيديو او ده يعتبر ده الايه الموديولار بروجرامنج. هو شرح هنا كويز اهوت. بيقول لك ايه البيربز اوف موديولار بروجرام. انت تبقى ريوزبل وسكالبل معاك. تقدر ان انت حتى الفانكشن بتاعته تبقى، حتى تقدر توضح تكتب الكود توضح لو في مشكله ولا حاجه تعرف تحلها. عشان تقسمهم لديفرنت موديول انكريز ريوزابيلتي. طيب هاو كان يو ابديت ريفرنس بتوين موديل مانج ديبندنسي. اهو ان انا مانج ديبندنسي واعمل ريفرش للجزء دوت وابلاي تشينج او الحته دي. طيب قال هنا how to create a reactive web app. احنا عملناها اكتر من مرة، ان انت ازاي تعمل create reactive web application. طيب عايز تكريت حاجة اسمها employee directory. بتمشي هنا زي ما احنا عملنا برضو. يعني ده سهل خالص.
وبتكريت الموديول تايب بتاعتك رياكتيف وخلاص. ده انت كده، دي التاسك. طيب تعال نشوف الكويز اللي بعده. regarding a reactive web app in our system. ده بيبقى الوقت بتعديه فبيعمل لك علامة صح. regarding a reactive web app in our system which of the following option is false. ايه من التالي ده خطأ؟ الرياكتيف ويب اب كروس ديفايس اب صح. data request executed synchronous لا asynchronous. الكود generated without system a single page application صح. reactive جي اس ده روت واحد، مش كل شويه تعمل ريلود. لو في حاجه بيعمل ريفرش للجزء دوت بس وخلاص. a developer build reactive web app in service studio طيب ريجاردنج للموبايل يبقى اللي هي المشكله ان الداتا ده اكسكيوتد سينكرونس في التراديشن، اما في الرياكتيف اسynchronous غير متزامن. ريجاردنج الموبايل ان اوت سيستم which of the following option is false. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على الموبايل الموبايل الفون والتابلت. ايه من التالي هنا اللي فولس؟ احنا هنفتكر ان شاء الله ان احنا نعمل ديستريبيوت هنعمل موبايل ابلكيشن فيديو ان شاء الله. هنكريت فيرست موبايل اب، احنا كنا كريتنا فيرست رياكتيف ويب اب. هنكمل نعمل فيرست موبايل اب ونمشي نشوف المثال بتاعته ده اللي هو عامله، ونعمله ديستريبيوت ونشوفه على الموبايل. هنشوف دوت. regarding الموبايل تمام. which of the following options false. موبايل اب can run natively on iOS Android. دي حقيقة. موبايل apps can be distributed as PWA تمام. موبايل apps don't have offline لا هو عنده offline capability. programming of mobile app is similar reactive web app what happens when a developer publish a model بيجنريت الكود ل HTML و CSS و JS وطبعا الدوت نت. ما هو بس الكومبايلز تمام، عشان الباينري ده بيتم استخدامه في الانفايرمنت التانية اللي بعد كده، ويبتدي ان هو ايه يفرد الكود اللي موجود. which of the following في فيديو بيشرح الحاجات زي كده ومقسمهم كمان. which of the following option false regarding module and application. احنا الموديولز ايه هنا الخطأ؟ باعتبار بنتكلم على الموديول والابليكيشن. الابليكيشن ده صح. الابليكيشن مجموعة من الموديول. الموديول can be different types such as reactive web صح. دي حقيقة. ال elements can exposed and reused but only within the same application لا ممكن عادي نستخدمه في أي حتة تانية في الابليكيشن في أي application تاني. A module that reuse an element from other module is called thing. that reuse اللي يستخدم element from another module is called a consumer. هتبقى وحشة قوي لو جاوبنا حاجة وطلعت غلط، ربنا يسترها بقى. تمام الحمد لله. احنا كده يعتبر خلصنا جزء الموديولار بروجرامينج. هنخش على الموديلنج دي المرة الجاية ان شاء الله. ونشرح الفيديو اللي جاي ان شاء الله الايه الكرييت ازاي انت تكريت فيرست موبايل شكرا.